كنا نشوف لحظات ومشاهد نحس إنه مرينا بها من قبل، بس ما نتذكر وين وش وقت. شنو تفسير هاي الظاهرة؟ الدماغ يعالج المعلومات من خلال مسارين: مسار الإدراك اللحظي ومسار الذاكرة طويلة الأمد. أحيانا تحدث ظاهرة اسمها سبق الرؤية، وما يعرف بالفرنسية بالديجا فو، معناها شوهد من قبل. أطلق عليها هذا الاسم العالم الفرنسي إيميل بورك، مؤلف كتاب مستقبل علم النفس. في ظاهرة الديجافو التي تحدث خلال جزء من الثانية، يصير تأخير بمسار الإدراك اللحظي، فتوصل للمعلومات من الذاكرة طويلة الأمد وتتم الاستجابة على أساسها، فيسجل الحدث الجديد وكأنه ذكرى قديمة. هاي الظاهرة تنقسم إلى 3 حالات: ما تم رؤيته سابقا، ما تم الشعور به سابقا، ما تم زيارته سابقا. وطبعا اكو تفسيرات اخرى لهاي الظاهرة، بيها علمي وبيها ديني. اما علماء المسلمين فيربطون هاي الحالة بعالم الذر.